يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا. في الجزء الثالث من هذه الحلقة معادنا أكيد مع دوري روشن وكل الأهداف الخاصة بالجولة الأخيرة، وسنستمتع إن شاء الله بضيوف كبار: الكابتن عادل عبد الرحمن مدير فني سابق لمجموعة من الأندية السعودية، وأيضا الكابتن إبراهيم صلاح لاعب في نادي العروبة السابق، والناقد الرياضي الكبير الأستاذ عبد العظيم راغب. في الجزء الثاني هيبقى عندنا برافو عليك وسباق المعلومات أكيد مع ضيوفنا في هذا الجزء أيضا من اليمين للشمال دون التقيد بالأقدميات. كابتن وائل أباني، مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن. أهلا وسهلا. حبيبي يا كابتن مدحت. مدير الفني الكبير الكابتن عبد الحميد بسيوني، مساء الأنوار يا أبو مساء الأنوار. أهلا وسهلا. يا مرحبا. أهلا. النجم الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل، مساء الفل يا كابتن. مساء الأنوار. مساء الأنوار عليك يا رب. والباك الطائر كابتن سيد معوض، مساء الأنوار يا أبو كباتن. مساء الأنوار يا كابتن. أهلا وسهلا. الأول الأقدميات إيه؟ واحد يقول لي بسرعة الأقدم في الأحدث. كابتن بسيوني أقدم واحد، بعديه كده انت انت انا ولا سيد؟ انت بس ما نغلطش. أقدمية في المنتخب مثلا؟ أقدمية في لا، في السن الكابتن يعني. وائل. وبعدين الكابتن سيد، وبعد كده شريف، وبعدين الكابتن شريف. دي بالأقدميات كده يعني. ماشي كده. هو باسيو أكبر من حضرتك يعني. كابتن عبد الحميد باسيو أكبر من حضرتك. ضارب كام سنة يا سيد؟ ضرب بتاع 7 سنين. اللي كده عليه يا كابتن. طيب السؤال الأول، احنا طبعا بندردش لأن اليومين دول مفيش ماتشات كورة، لكن المنتخب إن شاء الله هيلعب بكرة، هنتكلم أكيد عن المنتخب بعد شوية، لكن خلينا الأول نبدأ في حوار سريع كده فيما يتعلق بنادي الزمالك. كابتن أحمد عبد الرؤوف، هل أنت مع استمراره أو عدم استمراره؟ هل أثبت وجوده فنيا؟ هل لم يثبت؟ هل ما أخدش الفرصة الكافية؟ هاخدك وبعدين أخد الكابتن عبد الحميد. لا، احنا ما نقدرش نقول ان احمد عبد الرؤوف خد الفرصه الكافيه. يمكن احنا بنحكم على المدربين بدري يعني. يمكن الكابتن احمد عبد الرؤوف في بدايه مباراته مع الجيش عمل مباراه كويسه وادى وكسب بنتيجه كويسه، وبعد كده دخل على مباراه بيراميدز كسب بضربات الجزاء، لكن جه في مباراه النادي الاهلي ما كانش افضل حاجه، خلينا متفقين. يمكن هو تعامل مع مباراه بيراميدز بشكل كويس قوي تكتيكيا وقدر يلعب على مفاتيح اللعب بتاع بيراميدز، وان هو الشوط الاولاني يعمل تكتيك افضل حاجه عنده في الشوط الاولاني. الشوط الثاني يمكن غير شويه من الاداء نادي الزمالك في ماتش بيراميدز، لكن في ماتش النادي الاهلي انا شفت ان التشكيل مش احسن حاجه في البدايه. ايه اللي كان افضل يعني؟ يعني كان الافضل ان هو يلعب باثنين ديفندرين، ما كانش يلعب بعبد الله السعيد مع شحاته، لان شحاته اصلا يعني كسته مش زي دونجا. يعني عبد الله السعيد ما هو مش موجود، ما انا عارف، بس انا بتكلم في ايه؟ ان عبد الله السعيد دونجا يشيله لكن شحاته ما يشيلوش. شحاته برضه بيلعب 8 بشكل كويس، كورته كويسه وممكن يزيد. كنت تفضل ايه؟ افضل ان هو كان يلعب باحمد ربيع. احمد ربيع بجوار يعني بجوار محمد شحاته. حتى لو عايز يلعب عبد الله السعيد فكان يلعب عبد الله السعيد 10 او مكان ناصر. لا، ما هو ناصر في الوقت ده لعب جناح طرف. تمام كده. فحتى لو هو عايز يلعب عبد الله السعيد كان ممكن يلعبه جناح، وكان ممكن يلعب ناصر في نص الملعب، على اساس ان احمد ربيع وشحاته يشيلوا نص الملعب بشكل كويس، لان انت عندك كمان مروان وديانج 2 اقوياء جدا في نص الملعب. فمش سهل ان انت تقابلهم بشحاته بس، لان عبد الله السعيد لعيب كبير ولاعيب العقل المفكر لنادي الزمالك، لكن لازم تعرف ان هو برضه العمر مش هيديله الاداء بتاع 6 في الحته دي بشكل كبير، لازم حد يكون شايله. فالحته دي انا يعني حاسس ان خانوا التوفيق احمد عبد الرؤوف فيها شويه. طيب شيكو بانزا برضو يعني شيكو بانزا اللي بيلعب ناحيه الشمال ده ما كانش يبدا بيه برضو. كان يبدا بمين؟ كان ممكن يبدا، ما انا قلت كان هيبدا باحمد ربيع، كان هيبدا بناصر ماهر ناحيه الشمال او عبد الله السعيد، كان هيطلع شيكو بانزا. طيب برضو بالنسبه لبزيرة كان لازم يبدا، هيقول ان هو راجع من اصابه. انا النهارده لما اجي الاعب لعيب مصاب لازم ابداه، لان انا لو انا احتاجته ونزلته في الملعب واتصاب فهي تغييره خسرانه. فلازم ابدا بيه حتى لو انا بجازف. كابتن وائل احيانا المدرب بيقول لك ايه، في البدايات بتبقى العافيه جامده واللياقه جامده والجري جامد، واعتقد الكابتن بسيوني كان فني برضه. استاذنك يدينا برضه الوجهه دي والوجهه نظر الاخرى يا كابتن عبد الحميد. هل اللي قاله الكابتن وائل ده كله حقيقه الامر كان يفرق مع مستوى النادي الاهلي اللي ظهر بيه؟
وأولا يا كابتن أنا يعني من خلال حضرتك وبرنامج حضرتك أنا بشكر طبعا دولة الإمارات على التنظيم الرائع وعلى البطولة الجميلة اللي اتلعبت. طبعا طول وبشكر عمرهم. وبشكر جماهير الناديين للأمانة، جماهير النادي الزمالك وجماهير النادي الأهلي بهذا الشكل الجميل، واللعيبة اللي عملت مباراة كبيرة وكانت في منتهى الروح الرياضية اللي كانت موجودة. إنما بتكلم فنيا طبعا الكابتن أحمد رؤوف، يمكن أحمد عبد الرؤوف عمل يعني شغل في خلال وقت ضيق، وما تنساش ان الوقت اللي هو موجود فيه يا كابتن مدحت وقت صعب جدا جدا، اسبوع. وللامانه كان في اخطاء كبيره جدا جدا في نادي الزمالك في خلال المرحله اللي كانت قبل الكابتن احمد عبد الرؤوف مع فيريرا. يمكن كان عنده مشاكل كبيره جدا فنيه، سواء على المستوى اللياقه البدنيه او على المستوى الفني. نعم. فما يقدرش الكابتن احمد في خلال هذه المده القصيره انه يصلح كميه الاخطاء اللي كانت موجودة في هذا الوقت. إنما لما شفنا نادي الزمالك في مباراة بيراميدز على المستوى الخططي كان يعني التزام تكتيكي في الحتة الدفاعية كانت على أعلى مستوى، بيلعب فرقة كبيرة جدا، أكبر فرقة في أفريقيا حاليا مع النادي الأهلي ونادي الزمالك، بطل أفريقيا. فبالتالي عنده خط هجوم قوي جدا جدا. فكان عدد الفرص اللي أتيحت على مرمى نادي الزمالك في هذه المباراة كانت قليلة جدا، يكاد تكون معدومة باستثناء الفرصة الأخيرة في آخر اللقاء. صحيح. فإذا عمل مستوى فني على المستوى الدفاعي كويس جدا، إنما على المستوى الهجومي ما كانش أفضل شيء، لأن ما فيش فرص حقيقية تم خلقها. هل عنده العناصر يا كابتن عبد الحميد اللي برضه في النهاية المدرب عايز، بس في النهاية على رأيك اطبخ يا جارية كلف يا سيدي يعني. هل عنده الخامة؟ أنا لازم أتعامل مع الواقع اللي أنا موجود فيه يا كابتن مدحت، واختار دايما العناصر الأفضل والأكثر خبرة في هذه الموجود. يعني مثلا أنا كنت مع بداية إن سيف الجزيري يبدأ، لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، عنده تاريخ حافل مع نادي الزمالك ومع المنتخب، يقدر يتعامل مع المباريات الكبيرة وجاب جون واتلغى. فبالتالي لازم استغل، ولعب ماتش ودي امبارح مع منتخب تونس بالمناسبة. بالظبط. فإذا أنا يعني دولي كنت محتاج أتعامل لما أجي أتكلم على أحمد عبد الرؤوف في خلال المرحلة الفنية على المستوى الهجومي ما كانش أفضل شيء في خلال مباراتين. إنما لما نيجي نتكلم على المستوى الدفاعي يمكن عالج أخطاء كانت كبيرة جدا موجودة في نادي الزمالك في المرحلة اللي قبل اللي مع فيريرا. فيريرا كان يتقدم في الشوط الأول، يجي الشوط الثاني يا يتعادل يا يخسر، وكانت بتتاح على مرمى نادي الزمالك فرص كتير جدا جدا. يمكن شفنا ده مش أحسن. الحالة الهجومية اللي كان فيها النادي الأهلي كان لازم استغل ان انا احط العناصر اللي تتميز باللعب الدفاعي. هو الوحيد يا كابتن بسيوني هو موضوع راس الحربة الجزيري بس؟ لا، ما انا لسه بقول لحضرتك لازم كنا كمان نستغل زي ما قال الكابتن وائل العناصر اللي عندها العنصر الدفاعي كويس او في وسط الملعب. لان لاعيبه النادي الاهلي عنده الجزء الامامي قوي جدا، ولاعيبه وسط الملعب عند النادي الاهلي كويسه جدا. الاهلي لما بيهاجم يا كابتن بيهاجم بالباكين، بيهاجم بالهافين، بيهاجم بالتمانيتين، فبيبقى عنده شراسه هجوميه وكثافه كبيره، فمحتاج عدد من اللعيبه الكويسه اللي عندها العنصر الدفاعي بيغلب عليها. فبالتالي كان محتاج يحط اللعيبه الخبرات في مباراه النادي الاهلي واللعيبه اللي كانت بتتميز بالجانب الدفاعي. الكلام ده كله جميل يا كابتن سيد، مع كل اللي قالوه كباتن، هل سيناريو الماتش كان هيفرق بصراحه مع قدرات لعيبه النادي الاهلي على ارضيه الملعب؟ بامانه لا. يعني هي كانت مساله وقت. يعني هي النقطة لعيبة النادي الأهلي كانوا في حالة فنية جيدة من بداية المباراة نفسها، حتى لو نادي الزمالك بتشكيل مختلف. وبرضه لازم نعترف اعتراف، كباتن اتكلموا في نقط مهمة جدا. نادي الزمالك القامة بتاعته ناقصة بشكل كبير جدا، في مراكز كتير نادي الزمالك عنده فيها مشاكل. أحمد عبد الرؤوف عشان نقيمه التقييم الصح بأمانة هنظلمه لو اتكلمنا إن هو عمل ده أو ما عملش ده. هو أصلا إمكانيات اللعيبة اللي معاه ما تساعدوش ان هو يقدر يبين حاجه. امكانيات اللعيبه اللي معاه طبعا يا كابتن بامانه يعني. يعني قائمه نادي الزمالك فيها مشاكل في اماكن كتيره جدا جوه الملعب. انما هنتكلم في الناحيه الثانيه لا، حاله النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي انا شايف المكسب كان مساله وقت. يعني النادي الاهلي من بدايه المباراه ضاغط بيروح، حتى انت عندك 3 لعيبه خلال الشوط الاول، مثلا نتكلم على زيزو، على تريزيجيه، هنتكلم على بن شرقي، اللامركزيه اللي بيلعبوا بيها والتحركات اللي بيعملوها كانت عامله ضغط كبير جدا على نادي الزمالك. فمعظم الوقت انت في نص ملعب نادي الزمالك،
نادي الزمالك راح بكره واحده اللي هي بتاع شيكوبانزا اللي راح بيها من الجنب الشوط الاولاني، دي الكره الوحيده اللي نادي الزمالك عمل بيها خطوره. تقريبا فعلا. انما النادي الاهلي معظم الوقت مستحوذ، معظم الوقت انت حاسس ان النادي الاهلي في اي وقت في برضه كره لعمرو ناصر وفي كره لشيكوبانزا برضه يعني الى حد ما، بس كلها حاجات مش مؤثره او مش قريبه. أيوة. انما النادي الاهلي من بدايه المباراه احنا منتظرين واحنا بنتفرج النادي الاهلي هيجيب الجون امتى. هي النقطه في كده، النادي الاهلي النقطه اللي ساعدته بشكل كبير ان انت الجول الاول توقيته كان مهم جدا للنادي الاهلي، ان انت تدخل اوضه اللبس وانت جايب جون في نهايه الشوط، فده ادالك اريحيه وخلاك تلعب الشوط الثاني باداء جيد جدا. حتى مع التغييرات انت بتتكلم على تريزيجيه اما يحصل له اصابه ويخرج، فدي نقطه كبيره جدا انت ما تاثرتش بيها. بالعكس كل اللي نزل في التغييرات اضافوا للفرقه وعملوا زياده كبيره جدا. طاهر لما نزل عمل اضافه كبيره جدا، اللعيبه اللي غيرت الشوط الثاني. فانت النادي الاهلي لا، انا شايف ان هو الطبيعي بتاع النتيجه بتاع المباراه اللي حصل ده وفقا للكواليتي بتاع الفرقتين، وفقا كمان فرق الامكانيات وفرق الظروف. بامانه النادي الاهلي يعني المباراه دي النادي الاهلي لو خسرها كانت تبقى نقطه سلبيه كبيره جدا. وكان صعب بصراحه يخسرها مع مجريات الماتش عشان نكون حقانيين يعني مجريات انت مش عاجبك كلامي. لا انا بص يا كابتن يعني عايز اقول على حاجه مع احترامي، النادي الاهلي السكواد بتاعه اعلى، خلينا متفقين، لكن في المباراه انا ما حسيتش. هات لي عواد شال لي كام كوره، هات لي كام فرصه، جه هدفين، انا مع حضرتك تمام، لكن هات لي عواد راح كام فرصه. اصل احنا ما بنحسبش بالاستحواذ، لا بص يا كابتن السيطره، بص اصل السيطره حاجه تمام وضياع الفرص حاجه. انت النهارده لما تيجي تتكلم بالموضوع اللي قاله سيد ده ان الاستحواذ وان النادي الاهلي والفوارق. طب ايه الوقت اللي انت حسيت فيه ان نادي الزمالك هيكسب؟ لا في اي وقت، في اي وقت. اقول لك على حاجه، ما انت قلت ايه ده، في واحده انا بتفرج ال 90 دقيقه ما جاليش الوقت ان نادي الزمالك هيكسب في دقيقه معينه. انت قلت في واحده لشيكو بنزا دي ما جاتش للنادي الاهلي. النادي الاهلي جاب جونين انا معاك، هو كسب، لكن ما شفتش السيطره مثلا. اصل السيطره دي يعني انا مضيع 4 5 فرص غير الهدفين، صح كده؟ اصل احنا بنتكلم في الكوره فرص وليس ان انا مستحوذ، تمام؟ وطبيعي ان نادي الزمالك طبعا ونادي الزمالك بالظروف دي فهو كتر خيره واللعيبه كمان، دي قصه ثانيه تمام. هو حاول على الماتش، ايوه وعلى الماتش وعلى الماتش انا معاك، بس انت يا كابتن لما تيجي تتكلم ان الاستحواذ الكبير لا، لما تيجي تشوف نسب الاستحواذ مش هتلاقي فرق كبير على فكره. حتى الشوط الثاني الاستحواذ يعني معايا الكوره، الاستحواذ يعني انا اما بعوز ان انا اعمل هجمه بروح اعمل هجمه. نادي الزمالك بيعمل هجمه، بس انت لما بتعمل هجمه بتفنشها ازاي؟ ما عملش هجمه منظمه، لا راح بيها حسينا بخطوره كبيره على مرمى النادي الاهلي. طب ناخد راي كابتن شيخ الهجمه الحته دي طب ماشي يلا اتفضل يا كابتن قول لنا برضه بصرف النظر عن الاهلي والزمالك. لا مش مقصود على فكره خالص، لا خالص يا كابتن والله انا بتكلم بشكل عام، انا بتكلم فني موضوعي بالظبط. بص هي الفكره ان انت كلنا متفقين ان النادي الاهلي هو اقوى سكواد موجود، كان محتاج التوفيق وان هو يبقى موفق في المباريات. قوه النادي الاهلي وتاثيره في المباريات اللي فاتت كلها في الدوري كان بقوه استحواذ وقوه هجمات، ضربات ركنيه، ضربات ثابته، كل ده كان كنترول للنادي الاهلي في كل مباريات الدوري. صحيح. بدانا بسيراميكا باين ان الاهلي مختلف، باين ان في حاجه جديده بقدوم مجلس اداره بشكل جديد، بقدوم كابتن سيد عبد الحفيظ داخل مجلس الاداره بملف كره القدم، كل دي دوافع للاعيبه. بوجود كابتن سيد عبد الحفيظ مع زيزو قبل المباراه ومباراه الزمالك ومن بدايه المباريات وانت شايف وسط الناس اللي فالك، كل دي دوافع جديده يا كابتن. تقصد ايه من سيد عبد الحفيظ مع زيزو؟ قبل مباراه الزمالك اما اتكلم يعني معاه في ليله الماتش بالليل في التمرينه الخفيفه، اتكلم معاه عشان موضوع الجماهير يعني طبيعي يعني بالتحفيز عنده خبرات كويسه وكافيه بيلم كافه الامور. فلما تيجي هنا المباريات هنا وشكل مباراه النادي الاهلي مع نادي الزمالك، لا النادي الاهلي عرف ياخد اللي هو عايزه المباراه، وبدليل اننا عندنا السيستم او الاستراتيجي اللي اشتغل بيها يستر بالمدير الفني. كانت المباراه السابقه عمل ايه؟ مباراه سيراميكا اول ما جاب الجون الثاني قفل 3-5-2. نادي الزمالك اول ما عمل كده لعب بنفس الطريقه 3-5-2. هو الراجل حاطط ايده على المشاكل اللي عنده. ايه هي المشاكل؟ بعض المشاكل الدفاعيه على الجنبين وفي العمق، في وسط الملعب عمليه كفر والارتداد للطرفين الوينج رايت والوينج ليفت. فكل دي نقاط سلبيه كانت عند النادي الاهلي. الراجل المدير الفني اشتغل عليها بشكل كويس جدا، بيقفل المساحات. مش معناها ان انا سايب لك كوره او ان انا سايبك انت تستحوذ، انا سايبك عشان انا عايزك
خلاص انا خدت اللي انا عايزه من الجيم. فانا سايبك لغايه ما تجيلي، وانا هخلق بقى المساحات اللي عندك اقدر اشتغل عليها الكاونتر اتاك. شكل النادي الاهلي الهجومي لا بيقدر يوصل، اذا كان هيبدا شغل من ناحيه اليمين فبيعمل عمليه الروتيشن بين شرقي. احنا شفنا الجون الاولاني اتعمل بشكل هايل جدا من ناحيه اليمين، الروتيشن اللي بيتم بين زيزو ازاي طلوعه للوينج رايت، شرقي بين شرقي يخش يبقى راس حربه تاني، بعد كده هتلاقي ديانج بقى مثلث الهجومي بقى تحتهم، ايوه تحسه هو الباك رايت بالظبط. بعد كده يبدا الروتيشن بينهم. تبص تلاقي بين شرقي بقى راس حربه، بقى زيزو هو اللي في بدايه الباك رايت يا كابتن ويعمل ثرو باس في المنطقه دي. مركزيه في الاداء، لا مركزيه دي ده شغل مدرب. ده المدرب هنا بيدي تفاصيل. التفاصيل دي كابتن بسيوني طبعا كابتننا الكبير وعارف الحاجات دي كويس، مدير فني كبير، كابتن وائل برضه وكابتن سيد عارفين يعني ايه التفاصيل. وانا اعرف برضه والله كابتننا الكبير يا كابتن. لا العفو كابتن مدرب قديم مع كابتن مدحت نادي الشمس يا كابتن مدحت على قدنا يعني على قدنا. نادي الشمس وتراك نادي الشمس. لا اتفضل. فطبعا التفاصيل الصغيره دي مهمه، يعني في افكار بتنفذ على ارض الملعب من اتفق معاك. دي وجهه. طيب من نواحي بقى انا بستحوذ او ما استحوذش، دي راجعه لامكانيات وكواليتي اللعيبه. كابتن وائل وكابتن عبد الحميد اتكلموا في تشكيل الفريق، في بعض الاخطاء. ابو رؤوف عمل انا شايف انا بحييه جدا على الشغل اللي اشتغله، ولد مجتهد وما شاء الله ثبت رجله بشكل قوي جدا في الحته الفنيه، ولكن هنا برضو مقاومات اللعيبه اللي معاه، قدرات اللعيبه اللي معاه، هو ده الاساس. خلاص هو ده الاساس. الناس بتختلف كتير معاه في بدايه التشكيل مع احمد عبد الرؤوف، بس انا بقول ما احنا ما نعرفش التمرين، ما احنا مدربين، ما انا ما اعرفش مين اللي بيديني في التدريبه الاخيره عامل ايه. ممكن سيف جعفر ده كان يعني واكل التمرينه في اخر التمرين. عارف يا كابتن شريف انا بتكلم في النقطه اللي هي ايه؟ ان هو صلح اخطاء فعلا كتيره موجوده في نادي الزمالك على المستوى الدفاعي. كان مرمى نادي الزمالك مفتوح لمعظم الفرق بهجمات كانت بتبقى خطيره واهداف كتيره جت في نادي الزمالك. وعملها في ماتش بيراميدز فان شاء الله نقول ما خدش الفرصه الكافيه، اتواجد في ظروف صعبه، انما ان شاء الله باذن الله باستمراريته ووجوده. تفتكر انه يعني رايك انه يستمر؟ انا بتمنى. اتمنى. انا بتمنى. تتوقع؟ انا بتمنى من مجلس الاداره انه يقف في ظهره ويدعمه. اللي انا شفته على مستوى الاجانب اللي جت خلال الفتره الاخيره مع نادي الزمالك ما كانوش افضل شيء وما كانوش احسن شيء. احمد عمل الافضل، يتبقى له الشق الهجومي لازم يشتغل عليه كويس جدا في التحولات وفي الهجمات الشرسه، لان برضه نادي الزمالك نادي كبير جدا طبعا. لازم زي ما هو على المستوى الدفاعي يكون في انضباط تكتيكي جامد. لازم يكون برضه في شراسه في الحته الهجوميه. وازاي اقدر اخلق فرص حقيقيه للتهديف من خلال الجمل الهجوميه اللي بتتعمل. صحيح. وبعدين خلي بالك عشان اخد بس مداخله وبعدين هاجي لك، بس انا عايز بس في الجزء دي عشان اختمها بامانه ربنا، وانا هنا لا اهلي ولا زمالك، لكن انا اتفرجت اكيد على الماتش بصراحه في رايي انا كان الاهلي بنسبه كبيره جدا، عشان نكون واقعيين يعني. احنا هنا بنقيم اداء، ما بنقيمش ده زمالك وده اهلي، لا خالص. وتشعر كل لحظه ان الاهلي يستطيع ان يصل للمرمى بتاع عواد بسهوله، بعكس الناحيه الثانيه الموضوع كان صعب. المشكله عارف يا كابتن وائل، الزملكاويه ما اقصدش انت ولا كابتن، عموما انا بتكلم عموما يعني، لما بتصادف اتفرج على برامج يعني، الزملكاويه في البرامج بيكسبوا نادي الزمالك وبيحطوه نمره واحد وان هو هيكسر الدنيا وهيكسب. لا، الصراع مش في الاستوديو، الصراع في الملعب. فاحنا هنا بنحاول نتكلم كلام واقعي قدر ما نتكلم فني. احنا لازم نعترف بالحقيقه. أيوة. نادي الزمالك بيمر بظروف صعبه بالظبط كده. انا ما اختلفتش ان النادي الاهلي افضل، بس مش بالكم اللي هو يهيأ للناس، لان انا بتكلم برضه يا كابتن على استحواذ وفرص حقيقيه. تقول ان النادي الاهلي مثلا يكسب 4 5 6. يعني انا سمعت تصريح للكابتن مصطفى عبده طبعا كابتننا الكبير، طبعا ان قال لك انا حاسس النتيجه هتبقى 6 7. طبعا انا زعلت جدا من التصريح لان الحاجات دي بتحصل كل فين وفين. تمام. تمام. لكن انا بتكلم على ضوء الجيم، ما قلتش ان الاهلي مش افضل. الافضل، لكن مش بالفرق الشاسع. مش بالفرق اللي يقول الشاسع ان نادي الزمالك مثلا طلع يخسر مثلا 4 5. لا ما شفتش بس فرص. انا بتفق مع الكابتن سيد انه انا ما حسيتش وانا بتفرج ان الزمالك قادر ان هو يكسب الجيم ده بمنتهى الصراحه. طيب خلينا طبعا ياسين مرعي لاعب مجتهد وشاطر وبدا يحط رجله طبعا معانا وكيل اعماله الكابتن سيد مرعي. يا كابتن سيد والده، انا اسف، والده كابتن سيد مرعي. سنوار ابو الكباتن. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ منور الدنيا يا كابتن. نورك يا كابتن سيد، ربنا يكرمك ويخليك يا رب. الاول سيد كان ياسين كان في ناشئ الزمالك، صح؟ تمام.
وراح الاهلي، معنى كده انه كان الاول راح فاركو طبعا وبعدين راح على الاهلي. ده معناه ان هو كان زملكاوي وبقى اهلاوي، ولا من يومه زملكاوي؟ وحضرتك ايه؟ لا بص يا كابتن، انا عندي ابن لا بيحب النفاق ولا الحاجات دي خالص. بص يا كابتن مدحت، اتفضل. دلوقتي احنا وانت عارف وسيدنا، على فكره انت دربتني في نادي الشمس وانا صغير بجد؟ لما كنت طبعا. اوكي طبعا. طب ده حاجه جميله طبعا. والله. يعني فاهم. فانا عارف انا يعني فاحنا في وقت الولد مخلص جدا، الفانيلا اللي بيلبسها وهو اللي اختار بارادته النادي الاهلي، وهو اللي حابب يبقى في منظومه النادي الاهلي، وده رايه ودي قناعاته. لكن هل الزمالك كان عرض انه ياخده في التوقيت اللي اخده فيه الاهلي؟ كان عرض برضه. بنفس القيمه الماليه يعني، ولا كان في اختلاف؟ لا كان في تفاوض وكان في اختلاف شويه. النادي يعني الزمالك ما حطش القيمه اللي هو عايزها نادي فاركو، والنادي الاهلي خلصوا. حسب كمان رغبه ياسين يا كابتن مدحت. وكمان رغبه، يعني هو عموما لعيب مبشر جدا جدا. طب رايك ايه في دايما لما الكباتن بيتكلم يقول لك في مشكله في دفاع، بما ان انت لعيب كوره بقى، يعني انت شايف في خط الدفاع بتاع الاهلي ايه مشكلته؟ بص يا كابتن، اولا خط الدفاع حضرتك يعني كابتننا كلنا، الدفاع بيبتدي من الفراوده، من الضغط الامامي وضغط نص الملعب لكن مش المدافعين هم اللي بيقولوا في منظومه دفاعيه كويسه. اخر خط هو خط الظهر يا كابتن، مش اول الخط. يعني لما بره بنتفرج على ماتشات في اوروبا، لما الكره بتتقطع من الفيرود، اول واحد بيدافع الفيرود، وبعدين اللي تحت الفيرود، وبعدين نص الملعب. لما اتظبطت الامور شويه في النادي الاهلي، النادي الاهلي مفيش مشكله في خط الظهر، مفيش مشكله. لما اتظبطت ولعب ديانج مثلا جنب مروان، قدر تقفل الحته دي. بدا الماتش اللي دوت مفيش في كلين شيت، الماتش اللي قبليه في ماتشين افريقيا كلين شيت، فبدات الامور تتظبط. لكن هو طبعا النادي الاهلي يعني اللي بيلعب في النادي الاهلي ده لازم يبقى هو يستاهل النادي الاهلي. وبعدين الماتش اللي فات كانت الفرقه كلها محتاجه البطوله دي. البطوله دي هي اللي هتخلي الامور ترجع لطبيعتها، ان في ثقه في الاداء، مفيش خوف. تاني حاجه هو عنده شويه في لعبه، ياسين بيحب يطلع بالكوره وبيحب بيضرب خط واثنين وثلاثه بالكوره، فدي ميزه عنده مش عيب. تاني حاجه يا كابتن، برضه حاجه ثالثه، ان المدافعين بتوع النادي الاهلي، يعني ياسين جايب 3 اجوان وعامل 2 اسيست وهو مساك. ايوه صح تمام صح. يعني طبعا تحسب له. اتفضل يا كابتن اتفضل. وانضم المنتخب قبل كده. طيب انت وكيل يا كابتن سيد، وكيل اسامه فيصل مش كده؟ يا كابتن. ممتاز. الكلام كتير جدا دلوقتي على انه الاهلي عايز اسامه فيصل وان هو شبه اتكلم معاه ورتب الامور، فعايزين نعرف الحقيقه بامانه ربنا منك يا كابتن سيد. بامانه ربنا يا كابتن مفيش اي تفاوض او مفاوضات رسميه لغايه دلوقتي بالنسبه لنا مع اسامه. تمام. لكن لان اسامه عن اداره البنك اللي هو اشرف نصار مركزين شويه ان هم يبقوا في المجموعه اللي هي السبعه اللي فوق. عارف ان الكابتن ايمن رمادي جه متاخر شويه، فعبال ما تتظبط الامور فهم مركزين قوي، واقفين اي حاجه لغايه اما يعدي الماتش ده، بعدين هيبقى في طيب ما فيش رسمي. هل في ودي حصل اتصالات كذا او كذا؟ لا يا كابتن. اصل انت قلت ما فيش رسمي، ده معناها انه ممكن يبقى في حاجه تانية. لا هو حصل في الصيف ان كان في مفاوضات. ايوه تمام. من الاهلي ومن بيراميدز ومجلس اداره البنك سياده اللي هو اشرف واستاذ محمد عبد المنعم قال لك لا احنا مش هنقدر، احنا لو عايزين نبيع اسامه هنبيعه غالبا بره مصر. كان في عرض في تركيا كده وما كملش يعني. ده بالنسبه لاسامه فيصل. طب هل اسامه بالفعل ماضي 3 سنين لسه في البنك الاهلي؟ الجزار، انا اسف الجزار. هل ماضي 3 سنين لسه؟ لا انا ما عنديش علم بالجزار يا كابتن. ما تعرفش خالص. طب هل الاهلي بيتفاوض مع الجزار؟ ما اظنش يا كابتن. لا الراجل عايز بتاع النادي الاهلي اللي انا سمعته يعني، وممكن يكون بيتفاوض لان الجزار مش معايا، انا مش وكيله الرسمي، لكن اعرف ان الراجل عايز تقريبا فرودين وظاهرين جنب ومسكني حته اليمين. ده تقريبا اللي عايزه النادي الاهلي. ده اللي عايزه النادي الاهلي.
انا بشكرك شكرا جزيلا، وسعيد بقى ان انا دربتك. كنت بتلعب ايه في الملعب؟ كنت بلعب ديفندر، وبعدين جه الكابتن، رحت بقى المقاولين، وبعد كده رحت الترسانه، يعني ما يعني شويه كده حلوين. جميل. شكرا. انا شلت كاس مصر مع نادي المقاولين، وشرف لي ان انت مرنتنا يا كابتن، مرنت لعيبه كبار يا كابتن مدحت. ربنا يخليك. احنا ما في الشمس كان مجموعه كبيره جدا. يعني كان معايا علاء نبيل دربته، وخالد عصمت، كابتن ايهاب جلال الله يرحمه، واسامه حسن وخالد كامل، خالد كامل، محسن عبد المسيح. لا مجموعه كبيره جدا طلعناها الحمد لله بفضل الله. شكرا يا كابتن سيد، اشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن، حبيبي ربنا يخليك. اشكرك ربنا يخليك. طيب بمناسبه ال الكلام عن انتقالات وكذا وكذا، يعني الاهلي، والسؤال ليكم انتوا الاثنين، النهارده كان مطلع قبل كده من قطاع الناشئين محمد عبد المنعم، طلع قبل كده اعتقد تريزيجيه، مش كده؟ تريزيجيه ورمضان صبحي، طلع رمضان صبحي، محمد هاني، طلع محمد هاني، عمرو جمال، وايمن اشرف، وايمن محارب، سعد سمير، يعني احمد عادل عبد المنعم، واحمد عادل جول كيبر رائع. هجيب لك كتير لسه، اسماء جباره، وناصر ماهر واحمد حمدي بس في يا كابتن ومحمد شكري الباك ليفت. في نقط مهمه جدا، يعني في اجيال بتبقى محظوظه شويه. يعني الجيل رمضان صبحي، كريم بامبو، محمد هاني، اعتقد كان معاهم كريم ندفد. الجيل ده وهو طالع من الناشئين كان في جيل بيبطل، بركات، ابو تريكه، وائل جمعه، سيد معوض، فالاماكن فضيت كتير في الفرقه. سيبك من فضيت، لو اللعيب مش ملو هدومه مش هيتحط. مش هتلاقي برضو النادي الاهلي على فترات بيصبر لما يكون لعيب مثلا عماد متعب يدخل مع الفرقه يلعب على اي حد. عبد المنعم لولا ان هو راح كاس افريقيا مع كروش، هو اصلا ما كانش هيرجع النادي الاهلي. هو كان اصلا اعاره وكان بره وكان موجود في مودر. فهي برضو حته الناشئين دي في النادي الاهلي لازم يبقى فيها الراجل المدير الفني هو مقتنع ان انا هجيب شريف هلعبه. طب انت شايف وانت دربت في النادي الاهلي، انت في شايف ان في عناصر بالحجم ده موجوده حاليا في النادي الاهلي في قطاع الناشئين؟ طبعا في، يعني تقدر تقول لي اسمين 3 4 انت شايف ان دول يقدروا يبقوا مكون زي تريزيجيه وزي عبد المنعم والناس دي؟ احنا عندنا في البدايه طبعا عمر سيد معوض كلنا عارفين، ما خدش ما طلعش ولا عمل حاجه. لا لعيب كويس جدا، بس طبعا صادفه موضوع طبعا اصابته، بس هو رجع وسليم 100%، حقه ياخد. لعب كاس عالم مع كابتن اسامه لسه لاعب كاس عالم وشارك في مباراتين. يعني ممكن نشوفه مع الفريق الاول؟ طبعا هو متواجد، يعني طول الوقت موجود، وان شاء الله يبقى ياخد فرصه ويبقى موجود. طب غيره؟ عندك محمد عبد الله شارك بشكل خلاص. عبد الله ده مش هيصيب باين او حاجه زي كده؟ لا مش هو بيتمرن مع محمد عبد الله يا كابتن. الجناح رايت اللي قول كمان اسم ماشي. عندك حمزه عبد الكريم اللي هو بيلعب كاس عالم دلوقتي. عندك بلال عطيه اللي هو مع كاس عالم دلوقتي بالظبط كده. كل اللعيبه دي موجوده ناشئين النادي الاهلي. تمام. وفي بلال عطيه كمان، في بلال عطيه، في محمد رأفت. طب الاسماء دي انتوا عارفين الاسماء دي ولا ما تعرفوهاش؟ حد فيكم يعرفها؟ انا عارفها. عارفين. شايف الاسماء دي ملو هدومها زي الاسماء اللي اتكلمنا عليها قبل كده؟ ايوه فعلا دي لعيبه كويسه. مع الوقت مع الخبرات لا هيبقى ليهم دور لو هم اهتموا بيهم شويه. نفسنا انا اتفرجت على حمزه عبد الكريم واتفرجت على بلال عطيه ومحمد رأفت، ولا اللي قال عليهم شريف، لا هي مجموعه جيده. طب الزمالك هل فيهم في قطاعات الناشئين وانت اشتغلت كمدير كوره هناك في اسماء تقيله؟ ما تابعتش قوي ناشئين لسه، ما حدش لفت النظر. لا انا ما لحقتش ابص على قطاع الناشئين لان كان اصلا شهر انت كامل. ايوه بس انا ما لحقتش عشان احنا كنا مركزين في كاس مصر، دي حاجه. الحاجه الثانيه كانت الفرق ما بتتمرنش على الملعب لان ما كانش في ملعب في النادي. هل تحضرت عشان ما اقولش بعيد عنهم برضه. بقى لي فتره دي مشكله بقى، عشان ما اقولش حاجه احنا طبعا يعني احنا نفسنا نوصل للمرحله ان الانديه تبتدي يعني تاخد من قطاعات بدل الملايين الدولارات اللي عماله تترمي في الارض دي. انا لما جيت حرس الحدود الفتره دي يا كابتن، طبعا انا صعدت 10 لعيبه من قطاعات الناشئين ما بين مواليد 2005 و2007. كويس. استبقيت منهم 5 لعيبه. لعب معايا في الدوري فعليا 2 مواليد 2005، منهم لاعب احمد نايل راح لعب في كاس العالم مع كابتن اسامه نبيل. صح. وواحد في 2007 معالي مع كابتن شريف بيلعب باك شمال. واللعيبه دي موجوده معايا صعدتهم من قطاع الناشئين، موجودين دلوقتي مع الفريق الاول.
طب عشان يعني انا فاضل لي دقيقه عشان لازم اطلع فاصل، يعني باختصار كده عشان نرتقي بقطاعات الناشئين في الانديه، 1 2 بسرعه. اولا الاهم من الارتقاء بيها ان يبقى في تواصل بين المدير الفني اللي موجود في الفريق الاول وقطاع الناشئين، بيبقى عارف المراكز اللي محتاجها وبيجهز لعيبه. النقطه الثانيه لازم المدير الفني ده يبقى عنده الرؤيه ان انا هدي فرص. انا اضرب لك مثل صغير في الدقيقه دي يا كابتن مدحت، سامع عبد المجيد، ايه رايك فيه؟ سامع عبد المجيد على فكره لعب بالصدفه في نادي الزمالك، كان ماشي من نادي الزمالك لولا ان القيد اتوقف فهم اضطروا ان هم يلعبوه، انما هو كان بره نادي الزمالك اصلا. ففي حاجات كده في الانديه نفسها لازم يكون عندها الرؤيه ان انا عندي شريف النهارده بعد 3 سنين شريف مش هيبقى موجود في الفرقه، فلازم يبقى طالع ولد صغير ده اللي هيكمل. هو ده المفروض يتعمل. هل قطاعات الناشئين بتاخد اهتمام؟ يعني هل بيحطوا احسن المدربين في بص يا قطاعات كابتن، الناشئين؟ هو في كذا حاجه. اولا الملاعب سيئه جدا. 2 مفيش ميزانيه. 3 مفيش تواصل بين الدرجه الاولى وقطاعات الناشئين. 4 مفيش مدربين على مستوى عالي. اي مدربين، ومحدش بيساعد المدربين يا كابتن. 5 طريقه اللعب اللي بيشتغلوا بيها تحت مش هي طريقه اللعب اللي بيشتغل بيها فوق. لازم توحد الطريقه، سيستم واحد. فاحنا عندنا مشاكل كتيره جدا في قطاعات الناشئين، عشان كده هنفضل من هنا لبكره. ورغم ذلك الناس بتتفاجئ لما بنخش بطوله في الناشئين، في منتخب الناشئين، الناس بتتفاجئ بالمستوى، لكن هي ما يعرفش ان الولاد دول مظلومين اصلا. تعالى اوري حضرتك الملاعب اللي بيلعبوا عليها، تعالى اوري حضرتك المدربين، تعالى اوري حضرتك الناس. المدربين اصلا مرتباتهم كام؟ 4-5 آلاف جنيه. هم بيقبضوش عندكم، بيقعدوا شهرين لا، في حاجات كتيره جدا يا كابتن لو اتكلمت فيها المدرب يعني هنقعد فيها يومين. انا مع عموما احنا ان شاء الله يعني لازم نخصص حلقات لموضوع قطاعات الناشئين، لان دي في انديه يا جماعه قطاعات الناشئين بيبيعوها المستثمرين. دي بقى قصه كبيره. ده نص الدوري، ده نص الدوري دلوقتي كده، نص الدوري بتباع. وانا النهارده لو اشتريت ما يهمنيش بقى ان انا اجيب ولا لاعب موهوب ولا مميز، مين اللي هيدفع؟ مشكله كبيره جدا. طيب الان نحن موعد بقى مع المعلومات العظيمه، يعني معانا 2 هنا و2 هنا، الله اكبر، يعني يتحدثوا معلومات هم ماشيين. سنتحدث عن هذه الامكانيات العظيمه في المعلومات العامه، ولكن بعد الفاصل.